هذا السيناريو كيتعاود بزاف، كتخلق كدوز واحد 6 سنين واكل شارب ناعس، عندك عائله كتثق فيها وكتبغيها، ما كتفكرش شكون غادي يجيب لك الغداء ولا الماكله ولا واش الكرا مخلص، عايش همك هو تلعب وتكتشف. من بعد كتدخل المدرسه وكتبدا المسؤوليه، خصك تنجح، وباش تنجح خصك تحفظ، وباش تحفظ خصك تنقص من اللعب. كتولي كتمنى تكبر باش ما تبقاش تلميذ ولا طالب، وتحقق داك الشيء اللي قالوا لك في المدرسه، تلقى خدمه وتولي تدخل فلوس وترتاح، وكتخدم وكتولي تضرب تماره وكتدخل فلوس، ولكن تماره كتدخل فلوس ولكن خصك تستقر باش ترتاح. كتنوض تزوج وكتفرح، كدوز شهر العسل وكتعيش بحال الافلام، ولكن الخدمه دايا لك وقتك. ماشي مشكل، انت باغي تضرب غير واحد عامين ولا 3 سنين، تجمع شويه ديال الفلوس ودير ديالك باش ترتاح. ولكن كيجيو الدراري وخصك فلوس، ليكوش مدرسه مسؤوليه، وبيني وبينك كيتزاد لك واحد شويه في الصالير، والخدمه ما فيها عيب، ولكن خصك تستقر. اجي ندير ظهري ما عنديش فلوس، كتنوض دير كريدي، وانت عارف شنو هو الكريدي، وخصك طوموبيل حتى هي كدير لها كريدي، وانت مازال عارف شنو هو الكريدي، ولكن كتدخل مع راسك بيني وبين اللي خلقني راه عارف ظروفي، وكتفكر مشروعك اللي كنتي باغي دير وطولتي في الشركه وتقاليتي بالكريديات والدراري ولفتي للخدمه، وما بقاش هاد شي اجتهاد. شحال كاع باقي لي التقاعد؟ شنو قلتي؟ تقاعد. الله على راحه، زيد نخدم شويه ونشد تقاعد، الدراري يكونوا كبروا ونرتاح، نبدا نسافر ونعيش الرومانسيه اللي ما عشتهاش في ايامات الشباب، وناكل مزيان ونديروا شي دويره في العروبيه ونعيشوا في الطبيعه ونرتاح. ولكن التقاعد ما كيجيش بوحدو، كيجي معاه الشرف، والشرف كيجي معاه المرض، والمرض معاه ما كترتاحش. كتضرب طلع على الماضي، كتلقى العمر داز، ما تمتعتي، ما عشتي، ما عبدتي، ما شفتي، ما شوفتي من الاول، وانت كتقلب ترتاح، وشي راحه ما لقيتي من غير ديك السنوات اللي عشتيها صغير، واللي كان همك هو دير ديك الشيء اللي بغيتي، تاكل تشرب تلعب تنعس. عندك ناس كيبغيوك كشخص ماشي كمنصب ولا فلوس، وانت كتبغيهم حيت كتلقى فيهم الحمايه وحب بدون مقابل. الحياه كدوز بسرعه كبيره، ديك الشيء اللي باغي في المستقبل يقدر عمره يتحقق، وحاول على الاقل تعيش كيف بغيتي على حسب الامكانيات ديالك، وفي نفس الوقت خدم الغد.